السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهاردة بسكوت ال10 دقايق. مش هياخد مننا وقت طويل بس طعمه روعة. هنا المقادير قدامنا بسيطة وسهلة جدا. عندي دقيق ونشا وسكر ونص كوباية زيت مع بيضتين وملح ونص معلقة بيكنج باودر صغيرة وكيسين من الفانيليا. هنعمل كل المقادير السايلة هنضيفها في الخلاط. عندي هنا البيضتين هحطهم وهضيف عليهم كيسين من الفانيليا. لو عندك فانيليا سايلة تبقى جميلة طبعا. تمام. هحط عليهم كمان كوباية السكر، وهضرب ده كله لغاية ما السكر والبيض يتجانسوا جدا مع بعض، والاقي لون البيض فتح شوية بالشكل ده. بعد كده هنضيف كوباية الا ربع من الزيت، هضيفها على المكونات ديت بالشكل ده، وهخلط برضو الزيت مع المكونات دي كلها بس كده. دي المكونات السائلة. تمام. هاجي هنا للمكونات الجافة. عندي تقريبا كوبايتين ونص من الدقيق. الدقيق بيختلف، حبيتي تزودي على حسب العجينة اللي معاكي. حطيت عليها نص معلقة صغيرة من بيكنج باودر ورشة ملح، وهنا معلقتين كبار من النشا. النشا بيخلي البسكوت هش جدا يا جماعة وبيدوب في البق. هبدأ هنا اخلط المقادير السايلة على المقادير الجاف، واقلب كده بالسباتيرا وانزل كل الحاجات اللي في الخلاط. بعد كده هبدأ اعجن بايدي. مش هعجن، لا، انا هلم بس المكونات مع بعض. ديت مش قرص ولا عجين خالص، ده بسكوت لازم يطلع يكون هش كده ومقرمش. بلم بس المكونات. انا هنا احتجت بعد كده معلقتين من الدقيق فضفتهم. شايفين العجينة بقت عندي متماسكة ازاي؟ هنا هعمل اختبار للعجينة، لو لقيتها ما بتشققش يبقى انا كده العجينة بتاعتي تمام. حسيتي ان العجينة ناشفة ممكن تزوديها معلقة زيت. لو حسيتي ان العجينة لسه طرية معاكي زوديها معلقة مع دقيق، على حسب ما انتي بتحسي العجينة كده وبتلمسيها في ايدك. هنا بكورها كور صغيرة وارصها في صينية مدهونة دهنة بسيطة من الزيت. تمام. هنا بغطى ازازة بمعلقة باي حاجة ليها حف عندك. هعمل الشكل البسيط ده وبس كده. ادي البسكوت بتاعي خلص. شايفين سهل وبسيط ازاي؟ في الوقت ده اكون مولعة الفرن وعلى درجة حرارة 180 درجة. هدخل بقى الصينية بتاعتي. هو عمل صينية من ديت وصينية تانية اكبر شوية، ما شاء الله طلع بالشكل ده. قعد في الفرن حوالي من 15 ل 20 دقيقة. اول ما لقيته كده اتحمر من تحت انا مولعتش عليه الشواية، هو اخد اللون ده بس لوحده. يا ريت اللي وصل معايا لغاية هنا في الفيديو يضغط لايك ويشترك في القناة. اتمنى الفيديو ينال رضاكم وتستفادوا منه. وصفة سهلة وبسيطة جدا، واشوفكم في فيديو جاي بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.